ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. يا رب. واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات رحلة البحث عن اكلة. والنهارده هيبقى معانا مكان احنا كنا بندور عليه بصراحة، عايزين نجربه. هو ليه علاقة برضه بالمكرونات كده والكلام ده، لان احنا عجبنا موضوع المكرونة قوي. فاحنا النهارده هيبقى معانا ومعاكم باستا فاكتوري. باستا فاكتوري ده برضه فاتح في مدينة نصر، بس مش عارف عنوانه فين بالظبط. هو قريب، هو في مكرم عبيد كده، في شارع متفرع من مكرم عبيد كده. الجي بي اس مش هيجيبوا لك يعني على طول. هو المفروض ان هو مشهور ان هو بيعمل برضو الماك تشيز وبيعمل مكرونات وبيعمل مين بليتس والكلام ده، بس هو بالاخص كان اللي هو المكرونه والكلام ده. فاحنا قلنا نجيب من عنده كده ايه 3 حاجات كده صراع. فاحنا جبنا من عنده ماك تشيز فراخ، وجبنا من عنده فراخ كريسبي، وجبنا من عنده مكرونه بشاميل، وجبنا من عنده كاساديه فراخ. فهنجربهم كده مع بعض سريعا ونشوف راينا فيهم ايه. يلا نبدا باول حاجه. احنا فتحنا اول حاجه مكرونه بشاميل. والله ريحتها قوي حلوه قوي. انا شخصيا ما بحبش مكرونه بشاميل من بره نهائي، ما بتعجبنيش. ولا مره اكلت مكرونه بشاميل من بره وحسيت ان هي تستاهل ان انا اطلبها تاني او اجيبها من بره تاني. بس دي من وانا بفتح الطبق بصراحه ريحتها جميله. انا اول مره ناكل من عنده والله. ذوقي استنى كده، نزلت من ريحتها جامده. عشان بس ايه نديله حقه. حرام يعني. حرام دي يبقى انت هتقول لي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ هو رأيي دلوقتي ولا لما انت تدوق؟ لا ادوق انا الاول. طب خد الشوكولاته. ولا مره جبت مكرونه بشاميل من بره وحبيتها، لدرجه ان انا قلت خلاص انا عمري ما اطلبها من بره تاني، يعني انا اعملها في البيت احسن. بس دي لا، انا اطلبها من بره، بس من هنا، بس من عند باستا فاكتوري. بس انا اديها 10 من 10. والله عارفه انت والله العظيم اللي هو ايه، فظيعه. ماما عامله لنا مكرونه بشاميل، انت عامله لنا مكرونه بشاميل كده في البيت. ده احلى كمان والله. لا مش الدرجه دي يعني. لا انا انت بتعملي مكرونه حلوه. انا بقول لما ماشي بقى بعمل مكرونه حلوه، بس انا بقول حق ربنا بصراحه يعني. لا بجد عالميه. طعمها حلو قوي، طعمها حلو قوي، وباشر فيها جزر كمان. عارف اللي هو ايه، غنيه. غنيه عجباني قوي. والوش اللي حطه وش الجبنه حلو قوي، رهيب. لا انا عجبتني المكرونه، سواها مظبوط. لا هي معجنه، ولا هي اللي هي لسه ناقصه سوا، ولا الكلام ده. لا مظبوطه قوي. واللحمه حاطط، هو ممكن يكون ايه الصوص خفيف شويه. لا ده غرقانه بشاميل. ما هي غرقانه بس اللي هو خفيف، محتاج يتقل سنه. لا ده كده حلو قوي. انت كده معجبه بيها جدا. انا كده مهما قلت هي ايمان خلاص 10 من 10. لا بس هي فعلا طعمها والله العظيم حلوه فعلا. هي فعلا طعمها حلو. هي مش زي اي مكرونه بشاميل اللي انت بتجيبها مره، اللي هي التقليديه دي، اللي هو انت بتلاقي سمك البشاميل الغريب ده اللي مش مفهوم معمول ازاي، على حتتين لحمه مفرومه في النص. لا هي مكرونه معموله في البيت، نضيفه جدا، متبهره بهارات حلوه. وانا عاجبني موضوع الجزر اللي برشوده حلو قوي. جزر اهو. ووش الجبنه انا جميله، ووش الجبنه الموتزاريلا لذيذه حلوه قوي. لا حلوه. شوكه كمان اخيره. 9. انت قلت 10 من 10؟ انا قلت 10 من 10. 9 ونص من 10. نخش على اللي بعدين. لا بصوا الباكينج بتاعهم، هو حاطط الاوردر في الشنطه دي، الشنطه القماش دي سودا كده، معلهاش اي لوجو ولا اي حاجه، ساده لذيذ يعني، مش وحش، مش مستخسر يعني. هي المكرونه البشاميل دي احنا مثلا نقول سعرها ب 129 جنيه صح؟ 129 جنيه. استنى 129 جنيه في الريسيت. 129 جنيه والله حلو. بعد كده احنا نخش على ماك اند تشيز.
ماك اند تشيز تشيكن، فرايد تشيكن. بصوا ماك اند تشيز، دي ماك اند تشيز عليها فرايد تشيكن، مش جريلد. برضو شكلها حلو. بصوا دوق بقى، بس مش عارفه بقى انا هعمل ايه. معاكي مقص؟ لفيها بقى، لفيها لفيها. هعمل ايه؟ لما تمسك الطبق كده ثانيه. دوق انت طيب الاول بما انك انا ادوق. استنى اقطعها لك بسكينه. استني انت طلعتي يلا بسم الله. بس عايز ادوق اللي هو الماك اند تشيز. خلي بالك سخنه نار. حلوه ولا ايه؟ حلو قوي. والله والله حلو قوي. برضو يا جماعه بيت اكل يا جميل. لا عجباني قوي، عجباني قوي صراحه. يعني غير طبقه الجبنه اللي هو حاططها، انا قلت ادوق بقى الماك تشيز نفسه لوحده، لا هو كمان في جبنه جميله قوي بصراحه. لا عجبتني قوي، وانا دوقت الفراخ كمان طعمها حلو بصراحه. طعمها لذيذ، طعمها بصراحه لذيذ. حلوه قوي. فيها جامده قوي. الفراخ حلوه قوي والمكرونه بجد تحفه. غير الجبنه اللي هو حاططها اصلا من فوق. هو الاوردر بيطلع معاه، هو حاطط لنا باكت زي دي، واحده جواها شوكه وسكينه عشان الفراخ اللي على الماك اند تشيز، والتانيه حاطط فيها عشان المكرونه البشاميل حاطط فيها شوكه بس. بصراحه متعني قوي. لا حلوه قوي بجد والله فعلا متعني قوي، فعلا رهيبه. ماك اند تشيز دي بقى ماشي، دي 10/10 بامانه. 10/10 بصراحه. نروح على اخر حاجه معانا، كاسادية الفراخ. تعالوا نشوف كده الكاسادية الفراخ. هي جاي معاها كمان صوص رانش حلوه دي. الله على الريحه الجميله. نغلف الحاجه تغليف. دوق يا باشا. هات لنا الصوص بقى يا باشا، سخنه يا باشا. عيش التورتيلا، العيش ده اصلا لوحده جميل بصراحه. كده حلو قوي. فراخ، فلفل الوان، طماطم جميله. وحاطط فيها جبنه او حاطط سويت ذرة. كورن. فيها ذره محمود. Really I like it. الصوص دورية. نايس، فيري نايس. حلو قوي.
خفيفه بصراحه. جدا. الصوص طعمه حلو كمان معاهم. تديها كام من 10؟ 9. انا اديها 9.5. راح عجباني خفيفه. وكارول بصراحه ربنا لا، انا ما كنتش متوقع المكان يبهرني قوي كده. انا قلت ده انا بالذات في المكرونات وبالذات المكرونه بشاميل والحاجات دي بيبقى لا في ناس معينه هم اللي عندهم التخصص يعني. لا بجد فان هو يطلع بالمستوى ده شابوه. جميل. انا عايزه اقول لك جميل. انا اول ما دخلت اعمل الاوردر شفت المحل فاضي صحرا جوه، قلت ايه انا قلقت، بس بصراحه لا المكان جميل. الاكل طعمه حلو قوي 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 قوي، من الاماكن القليله اللي فعلا دخلت دماغي من اول مره اصل اجربها. احنا ما قلنا لهمش الماكن تشيز ب 179 جنيه 80 جنيه تمام، والكاساديه فراخ ب 85 جنيه العلبه دي معاها صوص. معاها صوص رانش. فلا انا مبسوط بصراحه. مبسوط. يا رب كمان تكونوا انتم انبسطتوا بالفيديو بتاعنا معاكم، واستنونا في فيديوهات كتير جايه وجميله من يوميات. اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه، تعملوا لايك وشير، اشتركوا يا جدعان. ويا جماعه يا جماعه يا اشتركوا عشان جماعه خاطر قولوا لنا في- في الكومنتات بتاعتكم رايكم ايه في الفيديوهات او في الريفيوهات اللي احنا بنعملها. ولو حد عنده اقتراح لاي حاجه نعملها قولوا لنا، احنا في ناس طلبت مننا حاجات معينه واحنا هنبتدي نعملها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس ونشوفكم في فيديو جديد من يوميات سليم ويمين. باي.